أهلاً يا أبطال، رجعنا لكم في سبيس كاست، والنهاردة عندنا موضوع غامض بس رهيب اسمه الذكاء الاصطناعي. صحيح يا سامي، الموضوع كبير بس هنعرفه سوا بطريقة بسيطة وممتعة. هو يعني إيه الذكاء الاصطناعي؟ هو الكمبيوتر بقى عنده مخ؟ لا طبعا، الذكاء الاصطناعي هو لما نعلم الكمبيوتر يفكر ويتعلم زينا شوية. يعني هو بيتعلم إزاي؟ مين اللي بيعلمه؟ هو بيتعلم لما بنوريله بيانات كتير زي الصور والكلام وحاجات تانية كتير، وبيتعلم منهم زي الطفل لما بيتعلم أول مرة. زي مثلا لما الكاميرا في الموبايل تتعرف على وشك، أو اللعبة اللي بتتعلم طريقة لعبك. يعني نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات تانية كمان؟ طبعا ممكن نرسم، نكتب، نبرمج، نعمل موسيقى، كل ده بالذكاء الاصطناعي. طب يعني ممكن يعمل حاجات غلط؟ علشان كده لازم نستخدمه صح، ونتأكد إنه يساعدنا وبيساعد الناس مش يأذيهم، ونخليه يساعدنا مش يستبدلنا. طب لو أنا عايزة أتعلمه أبدأ منين؟ ابدأ بالحاجات البسيطة، اتعلم برمجة خفيفة زي سكراتش، وجرب تعمل مشاريع صغيرة بنفسك، وكل ده موجود في سبيس كول. شكراً يا سليم، كانت حلقة جميلة جداً، اتعلمت كتير. العفو يا سامي، أنا كمان اتبسطت جدا. استنونا في حلقة جديدة من سبيس كاست.